معظم اللي بيمروا في حياتنا مجرد عابرين، أيام أو سنين أو مواقف بتاخد وقتها وتعدي. دروس بنتعلمها في حياتنا على هيئة بشر. كل واحد منهم بيرتب وجوده في حياتك على حسب تصرفاته وأفعاله ومواقفه معاك. مواقفهم معاك وقت الشدة، مساندتهم ليك أو تخليهم عنك، معدنهم الحقيقي اللي بيظهر وقت احتياجك ليهم وبس، أو تخليهم عنك بمجرد ما تنتهي مصلحتهم معاك. العلاقات الجميلة عمرها ما كانت بطول مدة المعرفة أو العشرة. العشرة والعيش والملح مع اللي حوالينا مش بتتحسب بعدد السنين ولا بطول المدة، لكن بتتحسب بمقدار تأثيرهم في حياتنا ومساندتهم لينا، باهتمامهم واحتوائهم وقت ما تحتاجهم، من غير مصالح أو مقابل أو استفادة، لأن كل اللي يهمهم مصلحتك وسعادتك وبس. في وجودهم بتحس إنك سعيد وراضي عن نفسك، مرتاح ومش عايز الوقت يمر لأنك حاسس بأمان معاهم. لو لقيت حد في حياتك بالشكل ده، اتمسك بيه قوي وحافظ عليه، لأن الناس اللي بالشكل ده هدايا من ربنا في زمن ما يعرفش إلا المصلحة والماديات وهات وخد، زمن سادت فيه الأنانية والغيرة والحسد. بقى كل واحد فيه ممكن يدوس على أقرب الناس إليه من غير رحمة ولا حتى تأنيب ضمير، طالما هيستفيد من ده. النوعيات دي هم بقايا الزمن الجميل، زمن الحب والخير والوفاء والصداقة الحقيقية. ناس جميلة هتكمل معاهم رحلة حياتك وانت مطمن، لأنهم بيحبوك زي ما انت، بالحلو والوحش اللي فيك. مش محتاج وانت معاهم تغير من نفسك عشان ترضيهم. ناس بتفرح لفرحك وتحزن لحزنك وتكون معاك في كل حالاتك. لو قابلك في حياتك حد من الناس دي، اتمسك بيه وحطه في عينيك، لأنهم لو ضاعوا مستحيل تعوضهم، لأنهم بقوا عملة نادرة مش هتتكرر في زمن الأنانية.